بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم بإذن الله سوف نتحدث عن أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية، أفضل رقم 10 في تاريخ كرة القدم الجزائرية رغم مرور السنين. كلمة اللاعب الوحيد اللي تحصل على جائزة الكرة الذهبية رغم أنه كان يلعب في فريق محلي، يعني ما كانش يلعب في فريق أوروبي وتحصل على الكرة الذهبية. دار ثورة في عالم كرة القدم، هو رابع أفضل لاعب إفريقي في القرن العشرين. هذا اللاعب ربما تكونوا عرفتوه، إنه اللاعب الكبير والأسطورة، جوهرة كرة القدم الجزائرية، اللاعب الأخضر بلومي. الأخضر بلومي من مواليد سنة 1958 بولاية معسكر، شارك في كأس العالم 1982 بإسبانيا وسنة 1986 بالمكسيك، وفي نهائيات كأس العالم كأس إفريقيا 4 مرات، ومرة واحدة في الألعاب الأولمبية، ومرة واحدة في دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط للجو ميديتيرانيا. لعب 147 مباراة مع الفريق الوطني الجزائري، ثاني أحسن هداف مع الفريق الوطني الجزائري. البداية تاعه كما يعلم الجميع كانت الانطلاقة من ولاية معسكر مع فريق سان بات معسكر، ثم لعب مع مولودية الوهران، ثم مع مولودية الجزائر. كان له دور كبير في كرة القدم الجزائرية، وهذا اللاعب هذا للأسف نقولها للأسف ما انتقلش إلى دولة أوروبية للاحتراف، فضل يبقى في بلاده. ولكن هذا في بلادنا للأسف الشديد ننساو بالخف، ننساو الأساطير تاعنا، ننساو الشهداء تاعنا، ننساو الزعماء تاعنا، ننساو الفنانين تاعنا، ننساو الجميع. ولهذا راني ندير هذا الروبورتاج الخفيف للتذكير الشباب والشبان، نذكرهم بأمجاد الماضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.